لو عايز تعيش بفاعلية بجد هيكون عندك 4 جوانب لازم تهتم بيهم يوميا. خليك معايا علشان هيكون في تحدي. الجسد، لو عربيتك شطبت بنزين هتكمل زق بإيدك؟ جسمك هو وسيلة نجاحك، وأي خلل فيه هيأثر على شغلك، تركيزك، إنتاجيتك. وعلشان تحافظ عليه مش محتاج تعقد الدنيا، محتاج شوية حاجات بسيطة. نام من 7 ل 8 ساعات، اشرب 8 أكواب مية يوميا، امشي 30 دقيقة في اليوم، او حتى العب رياضه خفيفه في البيت. ما تتقلش في الاكل قبل النوم وما تدبهاش. مش هقولك تاكل ايه وما تاكلش ايه، بس قلل التلاتة دول: سكر، ملح، زيت. العقل، العقل اللي مش بيتعلم بيصدي. لو ما فتحتش باب لتعلم جديد مخك هيشتغل بالنسخة القديمة وتبقى زي الكمبيوتر ما تحدثش من 10 سنين. اقرأ لو حتى صفحتين في اليوم، اسمع برودكاست مفيد في الطريق والمواصلات. ما تعديش يوم من غير ما تعرف معلومة جديدة. الروح لو جاعت كل حاجة بتفقد معناها. ممكن تكون ناجح جدا من بره بس فاضي من جوه. حاول تصلي بتركيز، حط العالم كله ميوت وانت بتصلي. اقرأ ورد يومي حتى لو 5 آيات بس، تأمل فيهم. اقف في وسط زحمة يومك، تأمل في أكبر نعم ربنا عليك 3 دقايق وردد الحمد لله. هتحس براحة ما تتوصفش. العلاقات، مفيش حد بينجح لوحده. الناس اللي حواليك هم مرايتك، يا هيرفعوك يا هيغرقوك. اقعد مع أهلك ساعة من غير موبايل، ابعت رسالة أو فويس لحد بتحبه من زمان ما كلمتوش، ساعد حد في السر، اعمل لحد معروف بسيط من غير ما يكون مستني منك حاجة.